مساء الخير، أهلا أصدقائي وفيديو جديد النهاردة. الفيديو ده هيسهل كتير للي بياخدوا قرار إن هما ناويين يتشافوا. طبعا كل توأم عايز يتشافى، فبيبتدي إن هو ياخد القرار. الموضوع بيبتدي بقرار، فقرار التشافي بيلزمه أمر. إيه هو الأمر ده؟ إن التوأم أو القائم بالرحلة الروحية التطور الروحي يعرف أساسيات الرحلة، أساسيات النمو الروحي، أساسيات التطور الروحي، لأن هي الرحلة كلها هي رحلة تطور روحي. فعشان يخش في وعي الروح فهو في أساسيات، هو لما يعرفها آه، بالتالي هتبقى الرحلة عليه سهلة، مش هتبقى فيها معاناة، لأن الرحلة مش سهلة. ولكن لما أولا طبعا اللي بيسهل الموضوع جامد جدا إن هو يكون معاه كوتش، ويا أهلا وسهلا للي يحب يعمل ده معايا. ف تاني حاجة إن هو يعرف هو في إيه، هو يعرف هو ماشي في إيه. يقبل يقبل ويسلم، يقبل ويسلم، لأن طبعا دي رحلة مش في يوم ولا اتنين. فبالتالي هيتعرض لكتير من المقاومة. لكن لو هو عارف هو في ايه، هو محتاج ان هو يتحول. التحول ده محتاج انضباط صارم، انضباط صارم، انضباط صارم بأساسيات النمو الروحي. محتاج صبر، محتاج حب ذات، محتاج طبعا حاجات كتير. أساسيات النمو الروحي حاجات كتير. فده بيسهل جدا الرحلة عليه إن هو يقوم بالرحلة بسهولة، وما يتعرضش لنوبات من التراجع، لأن لما بيحصل انخفاض في الطاقة فهو بيرجع لورا. فحتى لو رجع ما ياخدش وقت طويل في ان هو يرجع تاني، وما يرجعش كمان كتير. بالاضافه ان هو يبقى فايق، يبقى واعي. لا، ده انا عارف ان الموضوع انا قبلت. طالما انا قبلت فانا هقوم باللي المفروض اقوم بيه. فبالتالي لا، اللي انا دلوقتي فيه ده مش من اساسيات النمو الروحي. فارجع تاني، ارجع تاني على الطريق كويس، واسلم ان انا خلاص قبلت باني اخوض الموضوع ده، اخوض ان انا ارجع تاني لحقيقتي، ان انا ارجع تاني لكل ما هو حقيقي في حياتي. اسلم. التسليم مهم جدا. بس دي النهاردة كان الفيديو كده خفيف ومش طويل، عشان كمان تكون الرحلة بتاعتكم خفيفة وسهلة. وبشكركم جميعا وتصبحوا على خير.